مرحبا، معكم مس رزان. اليوم درسنا هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية كتاب الصف الثامن هندسة، وهو بعنوان موازن لضلع من منتصف ضلع آخر. لو إجينا أخذنا هذا المثلث اللي موجود عندي هون A B C، وحددنا بمنتصف الضلع A B نقطة M. إذن النقطة M تقع بمنتصف الضلع A B. بالشكل الثاني أخذت من النقطة M مستقيم مرقته قطع الضلع AC بالنقطة B. إذن من النقطة M مرقنا مستقيم قطع الضلع AC بالنقطة B. مبين من شكله ما بيوازي أبدا BC. إذن MB بيتضح عنا من الشكل إنه MB ما بيوازي BC. إذن المستقيم D ما بيوازي BC، والقطعة المستقيمة بالتالي MB ما عم بتوازي BC. هلا لو رجعت أخذت من النقطة نفسها M، هذا المستقيم يلي باللون الأخضر، أخذت من النقطة M المستقيم D فتحة وقطع الضلع AC بالنقطة N، والنقطة N تقع بمنتصف الضلع AC. إذن أخذت من النقطة M مستقيم D فتحة قطع الضلع AC بمنتصفه بنقطة سميتها لها النقطة N. إذن N تقع بمنتصف الضلع AC، وM تقع بمنتصف الضلع AB. فمنلاحظ إنه MN بيوازي BC. إذن لاحظنا إنه MN بيوازي BC. إذن شو بنستنتج من هالحكي؟ بنستنتج المبرهنة الثانية بالمنتصفات. إذن نستنتج من المبرهنة الثانية بالمنتصفات المستقيم المار بمنتصف أحد أضلاع مثلث موازيا للضلع الآخر يقطع الضلع الثالث في منتصفه. يعني أنا إنه ABC مثلث فيه I يقع بمنتصف الضلع AB وIJ يوازي BC، فالنتيجة رح تكون إنه J يقطع AC بمنتصفه. إذا لما بيكون عندي الخلاصة، لما بيكون عندي مستقيم عم يقطع الضلع الأولى بمنتصفها مثل النقطة I وعم بيوازي الضلع الثانية، إذا يقطع الضلع الأولى بمنتصفها ويوازي الضلع الثانية، فسيقطع الضلع الثالثة أيضا في منتصفها. إذا هون رح يقطع AC بالنقطة J، والنقطة J رح تكون بمنتصف الضلع AC. يعطيني إياه بالكتاب. عندي ABC مثلث، عندي M نقطة من BC، M هي نقطة من BC، وعندي R هي منتصف AM. إذن مثل ما شايفين R هي منتصف AM، وده هو المستقيم يلي بيمر بالنقطة R وعم بيوازي مين؟ عم بيوازي BC، وعم يقطع AB بنقطة اسمها S. هلا المطلوب مني إثبات إنه S هي منتصف AB. المثلث AMB R تقع بمنتصف الضلع AM من الفرض، وأيضا CR بيوازي BC، فصار عندي S يقطع الضلع AB بمنتصفه بحسب المبرهنة الثانية بالمنتصفات. ليش؟ مثل ما قلنا إنه R منتصف AM بيقطع الضلع الأولى بمنتصفها وبيوازي الضلع الثانية، فرح يقطع الضلع الثالثة بمنتصفها. إذا عندي بهذا المثلث اللي شايفينه أمامي. انت حقق من فهمك. أعطيني ABC مثلث، أعطيني E تقع بمنتصف الضلع AC، وعطيني أيضا إنه AB تحقق أنها توازي EF. إذا أول شيء عطيني E منتصف AC، وعطيني إنه AB بتوازي EF. صار عندي مستقيم عم يقطع الضلع الأولى بمنتصفها، هذا المستقيم عم يقطع الضلع الأولى بمنتصفها وعم بيوازي الضلع الثانية.
فرح يقطع الضلع الثالثة بمنتصفها اللي هي F بحسب المبرهن الثاني بالمنتصفات. هيك منبرهن إنه F هي منتصف BC. إنه إذن هون كاتب لي إياها في المثلث ABC عنا E منتصف AC EF يوازي AB فرضا ويقطع BC في F. فبحسب المبرهن الثاني بالمنتصفات تكون F منتصف BC. من فهمك. أعطيني ABC مثلث، أعطيني M منتصف الضلع AB، وعاطيني إنه M و CB عموديين على المستقيم AB. فمنستنتج من هالحكي إنه M و CB متوازيين. ليش؟ بحسب المبرهنة إنه العمودين على مستقيم واحد متوازيين. عندي CB و NM عمودين على المستقيم نفسه يلي هو AB، فرح يكونوا إجباري متوازيين. إذا صار عندي M منتصف الضلع AB و MN توازي BC، فالمستقيم MN سيقطع الضلع AC بمنتصفه في النقطة M. طبعا هذا الحكي موجود عندي هون. الحل في المثلث ABC M منتصف AB MN يوازي BC، العمودان على مستقيم واحد متوازيان، ومنه MN يقطع AC في N، يعني بمنتصفه بحسب المبرهن الثاني بالمنتصفات نجد أن N منتصف AC.